ده يا صديقي الشوفار اليهودي، آلة يهودية بيضرب بيها زي البوق في يوم رأس السنة اللي بيسموه يوم الغفران. وكان لازم يكون من قرن خروف، وممنوع انه يكون من قرن جاموس او قرن بقرة. ليه قرن خروف؟ احنا عارفين ان الديانات السماوية الثلاثة كانت بتشترك في قصص دينية وتاريخية واحدة، لكن باختلاف الاشخاص، زي قصة سفينة النجاة لسيدنا نوح وقصة الذبيح. ولكن في الديانة الإسلامية احنا عندنا الذبيح هو سيدنا إسماعيل، أما في الديانة اليهودية الذبيح هو سيدنا إسحاق. فكانوا بيعملوا قرن الخروف في يوم الغفران ويضربوه بالبوق. هنشوفها من الكنيسة أو من المعبد اليهودي اللي كان في سوريا قريبا، وده حدث قريب. وممنوع ان هي تتعمل من قرن البقرة، بناء على قصة البقرة الموجودة في سورة البقرة الآية رقم 69. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فعلشان كده كانوا بيعملوه من قرن خروف، وممنوع عليهم يعملوه من قرن البقرة أو قرن الجاموس، واسمها الشوفار، آلة يهودية في يوم الغفران أو ليلة رأس السنة. بس كده.